عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم خير، مساءكم سعادة، مساءكم شعر وتكريم وتقدير واعتزاز بحضوركم هذا المساء، مساء الجمعة الموافق لليوم 6 من الشهر 12 للعام الميلادي 2022. نلتقي بكم هذا المساء في أمسية شعرية فرسانها جمعوا ما بين الجزالة وفصاحة الكلمة وتماسك المفردات وجودة النظم والجزالة في القصيدة التكاملية. تأتيكم هذه الأمسية تحت ملتقى أمسيات الشعر والشعراء وتحت رعاية مؤسسة ديوانية تسريحي للإبداع، والتي تولت الإشراف على هذه الأمسية من خلال التصاريح المطلوبة لمثل هذه اللقاءات. نشكر مؤسس ومشرف ملتقى أمسيات الشعر والشعراء دكتورة حنان طيب على هذه الجمعة التي جمعت فيها الشعراء والشاعرات والمثقفين والمثقفات والكتاب والكاتبات، وكذلك يحضر معنا الداعم الأول دوما لكل مناشط يتم تنفيذها، وهو الإعلام والإعلاميين والسنابيين والسنابيات الذين واللاتي لهم منا جميعا كل محبة وتقدير على عطائهم الدائم والمستمر في شتى المجالات الثقافية. قبل أن ننطلق في أمسيتنا مع شعراء أفاضل، ونحن سنستمع إلى نظم شباب وشابات في الشعر وفي الجزالة، وهذا لا يستغرب على أبنائنا وأخواننا وأخواتنا وبناتنا في جمال الشعر وجزالة مفرداته، فما هم إلا امتداد لجزالة شعرية في وطننا العربي بصفة خاصة، وفي مملكتنا الحبيبة التي تعتبر هي البدايات لكثير من الشعراء والشاعرات. سنقرأ لكم جزء من هذا الجمال وجزء من هذه الجزالة من أبناء مملكتنا الحبيبة في قصيدة ذاع صيتها: أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن، ويكذب فيك كل الناس قلبي، ويكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك أغضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المورق لا تدعني. تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني، أجبني إذا سألتك هل صحيح
حديث الناس خنت أم لم تخني، أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. هذه القصيدة هي من بدايات الشعر العربي، وتعتبر من أميز الشعر العربي للشاعر الأمير عبد الله الفيصل، الذي أنا أرى جميع شبابنا وبناتنا وشعراءنا وشاعراتنا هم امتداد لهذه الجزالة وهذا الجمال في الشعر. الآن مع كلمة لمؤسس ملتقى أمسيات الشعر والشعراء دكتورة حنان طيب. شكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على المشاركة، شكرا لكم على دعمكم الدائم والمستمر للملتقى أمسيات شعر وشعراء. انطلق الملتقى منذ 3 سنوات، والهدف منه المساهمة في إبراز الشعر الجزل من الشعراء والشاعرات. ولله الحمد حققنا الكثير من النجاحات من خلال إقامة عدد من الأمسيات الشعرية، والليلة نلتقي معكم في أمسية شعرية فرسانها تميزوا وأبدعوا في كتابات الشعر، ثم بعد ذلك تكرم عدد من الشخصيات ساهمت في دعم الملتقى منذ انطلاقه حتى يومنا هذا، فلهم منا كل الشكر وكل التقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستنطلق أمسيتنا بشعرائنا الكرام مع شكرنا لجميع الحضور على هذا التواجد وهذا الدعم لهذه الأمسية الشعرية. أولا نطلب من شعرائنا وشاعراتنا الكرام الصعود إلى المنصة. أولا نرحب أجمل ترحيب بشاعرنا الأستاذ وهج الحاتم، شاعرنا الثاني الذي نتشرف ونسعد بتواجده معنا هذا المساء في أمسيتنا الشعرية، الشاعر جمعان اللحلحي. كذلك نتشرف ونسعد بأن تشاركنا هذه الأمسية شاعرة مبدعة وجزلة، الشاعرة جميلة خميس. آلية الأمسية إن شاء الله ستكون على 4 جولات، كل جولة بقصيدة، يعني ذلك أن كل شاعر سيلقي على مسامعكم 4 قصائد في الجولة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك سيتم تكريم شخصيات كان لها دور في دعم وتحفيز في مشاركات ولقاءات ملتقى أمسيات الشعر والشعراء. رحب بكم شعراءنا الكرام ونسعد بتواجدكم معنا. أنا سأكتفي في الوقوف هنا وسأحاول أن أنظم آلية الانتقال ما بين شاعر وشاعرة. الآن الجولة الأولى مع الشاعر جمعان اللحلحي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة عندما يجتمع الإبداع لمؤسسة الإبداع على رأس الأستاذ محمد السراحي، والتنظيم مع الدكتورة حنان، والتقديم مع هذا الرجل الرائع الرقيق الجميل محمد، وعندما تكون بصحبة الأستاذ وهج، عندما تكون بصحبة الشاعرة جميلة، تعلم أنك تحضر مدرسة للشعر. عندما يستمع إليك الأستاذ ماجد رميح تعلم أنك تقيم. شكرا لهذا الحضور الجميل، شكرا لهذه الدعوة الجميلة. نتمنى أن يروق لكم ما كتبته أحرفنا ونظمته. شمس ستشرق في دجى ظلماتي،
وتنير دربي بالضياء ونورها، تلك التي أسميتها بدر الدجى. وفي صباحي مشرق الآمال، يا سيدة عرش الخفوق تربعي، يزداد عرش القلب منك بهائي، يا عالمي يا درتي وفضائي، يا روعة الحسن البديع، يا روعة الحسن البديع ترفقي، كوني لكوني منتهى أحلامي، كوني لأيامي ربيع فصولها، كوني العبير لورده وزهوره، كوني جمال حدائقي، كوني النسيم ولطفه، كوني حياة النبض في شرياني، كوني لكل حرف أكتبه إلهام إبداعي وروعة بوحي، كوني لشعري منتهى قيفانه، كوني الصباح ومشرق نوره، كوني المساء وكوني عطره، كوني لليل العشق غاية سكره، كوني وكوني كل كوني وليكن، كوني بكونك فيه كون ثاني لا يشبه الأكوان في تكوينه، كون بدون كونك لن يكن، وأكون لست مجرد كائن، وأكون لست مجرد كائن، في كونها سأكون كل الكون، في كونها سأكون كل الكون. صح لسانك وعلى شانك شاعرنا القدير أستاذ جمعان اللحلحي. الآن الجولة الأولى تستمر مع شاعرنا المبدع صاحب البصمات الواضحة والظاهرة والمؤثرة في الجانب الشعري. حياك الله يا أستاذ وهج، ننطلق معك في بداية الجولة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة جميعا. أولا أحب أشكر القائمين على هذا الجمال وهذا الصرح العظيم. الأستاذ محمد الصريحي شكرا لك بحجم السماء، والأستاذة حنان ومدير الأمسية الأستاذ محمد الرايقي، الحضور من إعلاميين وإعلاميات وشاعرين وشعراء وشاعرات ومثقفين، شكرا لكم بحجم السماء. ودي يعني أذكر كل واحد باسمه، ولكن أنتم تقدرون إن شاء الله. ودنا الأمسية هذه تكون أمسية خفيفة لطيفة بعيدا عن الرسمية، ودنا نمتعكم فيها تستمتعون فيها أكثر. طبعا القصيدة الأولى اللي أنا بقدمها لكم قصيدة ترحيبية قليلة في قدركم، وأتمنى تشاركونا الأمسية هذه. الأمسية هذه أنتم سبب نجاحها، يعني أتمنى آراءكم في اختيار نوع الشعر اللي تحبون تسمعونه، يهمنا كثير. القصيدة هذه ترحيبية. أقول أنا حضرت أعبر عن شعوري وابذل المجهود، وأنا شاعر مواقف والقصيد يعبر شعوره. تولم يا قصيدي والمعاني في حراك حشود، أبيك تجمل اللي ينتخي بك وسط جمهوره. توكلنا على الله ونبتدي باسم الله المعبود، بذكره تطمئن قلوبنا والنفس مسرورة. على نية رسول الله نسير وغاية المقصود رضا الله، والبلاد وراية التوحيد منصورة. بلادي مشرق الدين الحنيف ونورها الممدود، توهج من ثرى مكة وطيبة واشرق بنوره. تحت ظل المليك اللي عن حدود البلاد يذود، أبو فهد ملكنا راعي العوجة وخنوره. حكيم الرائي اشتدت الأمور وثور البارود، سياسي عبقري صارم صميدع والوفاء شوره. ويا محمد ولي العهد راعي الطائلة والجود، محي الجود له وقفات بين الناس مشهورة. بعدها مرحبا ترحيبة ما لحقها المنقود، تراحيب الوفاء والطيب لأهل الطيب مذكورة. أقوله والتهاني في ضميري مثل ريح العود، ومثل ريحة رحيق الورد لا من فاحت عطوره. يداعبها الوفاء والطيب لا هبت هبوب النود، وقدمها ونفسي بالفرح ذا الليل معمورة. ونهايتها سلام، وكل شاعر يبذل المقصود، ليجات المواقف والقصيد يعبر شعوره. طيب الله وجهك، صح لسانك وعلى شانك. تستمر جولتنا
مع شاعرنا الأستاذ جمعان اللحظي. بغينا نبتعد عن الغزل لكن ما أدري والله الأستاذ وهج حمسنا شوية ورجعنا يقول لا تروح. فقول سميتك أحلى سنيني وأجمل أيامي، وهديتك إحساسي الصادق ووجداني، أسقيتك أعذب غرام وروعة أحلامي، لأجلك تركت البشر يا سيد خلاني، العاذل اللي عذل خلفي وقدامي، ما همني عاذلي لو حبك أشقاني، بالصدر طير الهوى لك يا الغلا حامي، سد الجناحة ورفرف خلف ضلعاني، ما بين نبض الوريد وجرحي الدامي، غرد بحبك وقلبي يعزف الحاني، بلسم جراح الزمن وانساني آلامي، وحيا رفات المشاعر طيرك الحاني، يا مرحبا يا حروف الشعر والهامي، أهلا هلا وانت حبك يلغى الأحياني، أهلا هلا وانت حبك يلغى الأحياني. شاعرنا جمعان اللحظي. ننتقل في جولتنا إلى شاعرنا الأستاذ وهج الحاتم. ايش تحبون تسمعون يا جماعة؟ حاضرين. أقول اللي سبى فكري بلا ذنب وأسباب، مجهول سوى بالضمير السوايا، تغرنا بسمه ويجرح بنا نابس، مو عسل متخالطة بالشفايا، لا منبرق من بينهم ضايح عذاب، السيف يبرق عارضه في المنايا، توت استوى واثقل على غصنه ذاب، حلو تخالط فيه سم الحيايا، خطر انتهى ودونه وشناب واجمل غرام وسندباد الحكاية، حمر تقول جمر تولاه شباب، تل المطوع للإثم والخطايا، حمر تقول جمر تولاه شباب، تل المطوع للإثم والخطايا، المبسم اللي للخوافيق نهاب، أكبر غرابيل الصدر والحنايا، بعض الشفايف لو تبادلك بإعجاب تاخذك وتلمك ضعيف وشظايا، بعض الشفايف لو تبادلك بإعجاب تاخذك وتلمك ضعيف وشظايا، من سحرهم كن المشاعر بك أغراب، وأحيان تبحر في مشاعر خفايا، لولا الخطية والرجل يحسب حساب لروح أول صيدها والضحايا، اي والله انها قاتله بجمل احراب طعنه ولكن في جميع الخلايا. حسان شاعرنا المبدع استاذ وهج. الحب الريفي. ريفي أنا يا سيدتي، ريفي أنا يا سيدتي، لا أعرف معنى شاليه، لم أسهر ليلي بكبينة، وفنادقهم تلك الفخمة لم أعتد فيها الغفوات، تلك أماكنهم سيدتي، ومكاني ريف هادي، نسمات مسائي طهر، وصباحي عصفور شادي، لم أعرف سيدتي موعد، فقصصي في الحب خيال، لم أعرف سيدتي موعد، فقصصي في الحب خيال، والواقع لم يحمل قصة إلا ما كان بموعدنا، قصص خيالي في لحظة اختصرت معنى ريفي، ومعاني أخرى أخفيها تثبت أني ريفي، لا ينفع في زمن الخيلاء، قد ينفع في زمن ماضي، ذاك الماضي من دون برستيج الحاضر. ريفي أنا يا سيدتي، وبسيط جدا سيدتي، وحروفي تلك أنظمها ليست إلا أحلام وخيال لا يحكي الواقع. الواقع أني لم أعتد أن أحيا ترف الأمراء، قد أحيا مثل الغرباء، وأحاول أن أروي يوما كانت قصة، جمعني الموعد في أنثى كانت يوما تعشقني، كانت يوما تعشقني، وحروفي تعشقها دوما، جاد الزمن بلقياها وأضاع الريفي الفرصة، جاد الزمن بلقياها وأضاع الريفي الفرصة، لم يملك قلب الأنثى، لم يملك حتى قلبه،
أعطاها القلب وقد أغرق بدموع الحب الريفي، وبطهر أنهي القصة، وبطهر أنهي القصة. شكرا. نتابع الجولة الثالثة مع الشاعر وهج الحاتم. طبعا القصيدة هذه شوي فيها ألم، يعني أصحاب القلوب الضعيفة اربطوا الأحزمة. أقول يا الخل يا الهاجر تراني أناديك، لا تعتذر عن حب شخص شقيبك، وافزع القلب من عن الشوق يدعيك، وتكفى تراه من العناين تخيبك، وتكفى تعال ارجع عسى الله يخليك، وارفق على نفس ذبحها مغيبك. لو من بعيد أشوف زولك وراقيك، ومن قريب أشم عطرك وطيبك. الله أكبر الله أكبر يا زمان اللعب فيك، وغير على نهجك وقسى قليبك. تذكر يوم انك تقول ماني بناسيك، وتحلف برب البيت اني حبيبك، وتفرح مع غيري وانا فارح فيك، وادعي عسى رب الخلايق يجيبك، وكسرت كاس فيه بيدي يسقيك، وانا مجرد شوفتك ارتويبك. وانا الذي بالحال والمال شاريك، تبيعني وتروح الله حسيبك. لكن وصية يا ابن الأجواد بوصيك، خذ الحذر من صاحبك لا يسيبك، ثم ترد بحسرتك وتصفق يديك، وتبكي على حظك وتبكي نصيبك، وتطلبني أرجع لك وتنسى مواريك، وتنسى زمان فيه جيت انتخيبك. والله ما ارجع لك ولا عاد بماشيك، واكذب عليك ان قلت باقي حبيبك، ومرجع ولو ترجع عصور المماليك، ردة فعل مني تزود لهيبك، وفي حبنا بجيك بنفسي وبعزيك، وما صابني من فضل ربي يصيبك. لا فاد بك ولا ذيك، اللي يحبك صار كنه حريبك، وهديت لك قلبي ودعسته برجليك، من بعدها في ذمتك وش عاد بيبك. صالح شاعر مبدع. نستمر في جولتنا الرابعة والأخيرة مع شاعرنا جمعان اللحظي. مسائي أنت، مساء يرسم البسمة على شفة الطفل في داخلي يصرخ، ينادي فيك إحسانك من إحساسك، وجود الود من ودك. مساء شمعته أنت ومنك أنفاسه العذبة، مساء لو حكى للكون، مساء لو حكى للكون طفلي عن عناوينه، غدت كل الدروب اللي تؤدي للحنان أنت، غدت كل الدروب اللي تؤدي للحنان أنت، وإحساسك وأنفاسك. على فكرة ترى هالطفل ما يقوى بعد ما جاذبك حظه يدولك بنظرات البشر، ويتوه تعب يسأل تعب ينشد دروب الوقت عنك أنت. نعم أنت، وفي غفلة ردات الحظ جاد الوقت، صرتي أنت عنوانه عسى قلبك يحن، وفي غفلة ردات الحظ جاد الوقت، صرتي أنت عنوانه عسى قلبك يحن ويلتفت يمه، تكوني أول آماله نهاية رحلة آلامه، على جالك يعيش أروع سنينه وأجمل أيامه، معك يروي حكاية حب من حبك دفاترها وأقلامه، وعنوان الرواية من حروف اسمك ورسمك، هو ملامح باقي الأوراق عسى بس يلتفت قلبك، وعسى طفلي بعد ما يلتفت له قلبك الحاني يضيع كل درب ما تؤدي لك عناوينه، وعسى كل الدروب اللي بقلبك تاخذك يمه، وعسى ما تحجبي عن طفلي العاشق عناوينك وإحسانك. تعالي يا عناوين المساء يا روعة أوقاته، تعالي يا رجا طفل في أعماقي ينادي لك، وبك روعة حياته تبتدي يا نون
وبك روعة حياته. تبتدي يا نور. الآن الجولة الرابعة والأخيرة مع الأستاذ وهج الحاتم. القصيدة هذه اسمها العطر، قصيدة جديدة. الصوت تمام؟ طبعا مناسبة القصيدة هذه أنا كنت طالع معزوم، وأنا طالع في يدي كان فيها جرح، تعطرت. الله يسلمك. فتعطرت، جاء العطر على الجرح، تعرفون طبعا الألم اللي يحس فيه الواحد. فشبهت الألم هذا بألم الغيرة، وكتبت القصيدة هذه. سلم قلبك. أقول أغار من طيف يمر بشجونك، وغار من عين تعيد النظر فيك، وغار من رمش تعلى جفونك، وغار من حسن سكن وسط عينيك. وإن جيت أشبه غيرتي وسط كونك، مثل الجرح لرشه العطر ينخيك. أنت الوحيد اللي عزفتني لحونك، وأنت الوحيد اللي قصيدي يلبيك. مشاعري تهواك لقصى جنونك، وكلمة أحبك وأعشقك ما توفيك. ما للحياة ألوان لو هي بدونك، وما للسعادة طعم من غير طريق. تدري وش أقوى من ملامح عيونك؟ نظرة عيونك يوم عيني تحاكيك. وتدري وش اللي يميزك في سكونك؟ عواصف إحساسك ولهفة خوافيك. حلفت لآخر يوم لأبقى أصونك، لأنك عطيتي والجزاء مني أعطيك. سلامتكم. شعراءنا الكرام، احنا وصلنا للجولة الرابعة وهي الجولة الختامية، ولكن استسمحكم واستسمح الحضور الكريم، فعطشت ذائقة لم يرتوي بعد من جزالة هذا الشعر وهذا الجمال وهذا الإلقاء وهذا التنوع في القصائد الشعرية. فأنا استسمح الضيوف وكذلك استسمح منكم. سنأخذ جولة خامسة ختامية الآن مع شاعرنا الأستاذ جمال لحلحي. الحقيقة أنا بختم بشذرة بسيطة، ولكني أعشقها كثيرا هذه الأحرف. يقول: شكل عصفور للشباك، حكاية شوق كانت أمس، وكان الهمس في ماضي صباحاته رسول الشوق. شكل عصفور للشباك، حكاية شوق كانت أمس، وكان الهمس في ماضي صباحاته رسول الشوق. وراح الأمس ومات الهمس، ولا باقي من الذكرى سوى الشباك وجور الصمت وصوت الريح وانفاس الشتاء والبرد واغصان كساها الثلج. وكانت أمس وكان الهمس حكاية شوق خانتها خيوط الشمس. حكاية شوق خانتها خيوط الشمس. صح الخانة معنا الكريم والقدير الأستاذ جمال لحلحي. الآن مع الجولة الختامية والقصيدة الأخيرة في هذه الأمسية مع شاعرنا المبدع والمتميز الشاعر وهج الحاتم. أقول انتبه قتل المشاعر يا مسبب هالشعور، واحترم نبضات قلبي يومها يمك طرت. ثم تذكر يوم تبعد باكر الدنيا تدور، يوم كنا قلب واحد والأحاسيس أدبرت. تحسب انك يوم تقفي فايز وقلبك جسور، لا وربي خاب ظنك انت كذبه واعترت. ما انت بأول من طعني او هدى قلبي كسور، لكن انت اللي عطيته والعطايا مثمرت. زيدني جرح وتمادى، حطني سكة عبور، حطني مثل المجرة للنجوم اللي سرت. شفتني ضايع بدونك بس نسيت اني صبور، عزتي تسند طعوني لو جروحي ما برت. اوعدك لدفن ضيوفك والهدايا والعطور، واوعدك لاعطيك درس وللقلوب اللي انكرت. واوعدك لاحرق حنينك بعد ما حظك يبور، واوعدك لا مد يدي للقلوب اللي شرت.
ما على مثلك حسافة ولا على مثلك حسور، أنت قطرة تحت رجلي دستها وتبخرت. طبعا يا جماعة هذه الختامية ختمها الأستاذ محمد الله يعطيه العافية، بس أنا ودي أستأذنه واستأذنكم في هنا رسامة من ذوي الهمم بعد إذنكم، هل هي موجودة؟ طيب أنا بهديها قصيدة يا جماعة، إهداء هذا مني لها. صراحة الرسامة هذه مبدعة بسم الله ما شاء الله، وأنا متأكد كل واحد فيكم ما راح يتأخر في دعم الإنسانة هذه في الموهبة هذه. إنسانة عظيمة، إنسانة نتعلم منها الطموح، العزيمة، الجمال، الإحساس، كل شيء جميل، وسبحان الله تجسد الإحساس هذا في رسماتها الجميلة. طبعا دائما يكون مسمى الإعاقة متداول، ولكن سبحان الله سبحانه وتعالى لما يخلق الشيء له حكمة فيه، ولما فعلا نتمعن في الكلمة هذه بنلاقي انه في اشخاص بيننا وفي حياتنا اليومية يستحق ان احنا نطلق عليه اسم معاق في اخلاقه وفي الاشياء السيئة اللي يقدمها، بس الناس اللي يعطونا دروس في الامل والطموح اللي هم ذوي الهمم يستحقون منا كل الاشادة. نضيف لي أستاذ نواج قبل القصيدة الله يحفظك، أنا أطلب من الأستاذة اللي بجوار الأخت إنها تكتب لها، لأن هي لا تسمع ولا تتكلم، يا ريت تكتب لها إن هذه القصيدة من الأستاذ وهج مهداة لها كمشاركة وتعزيز لمشاركتها وتواجدها معنا. أقول وين الإعاقة؟ وين الإعاقة؟ ما لقيت الإعاقة في خلق ربي كل تصوير محمود، ما للإعاقة في الأوادم علاقة، اللي عزيمتهم من العز والجود، اللي بنوا وسط الظلام انطلاقة، واللي صرخوا ما للطموحات حدود. شوفوا كلامي واحكموا في وفاقه، وإن كان قصر جيبوا الرد مردود، في داخلي وجهة نظر وانطباقه، إن الإعاقة ما هي أطراف وزنود، وإن المعاق اللي عديم اللباقة، واللي إذا انعدوا هالطيب مفقود، واللي كريم في مبادئ نفاقه، واللي الكسب الحسد والحقد موعود. يعني الإعاقة ما تسمى إعاقة إلا على اللي داخله شر وحسود. نشكر لك أستاذ وهج، ونشكر هذا التفاعل وهذه الشعر. إن لم يأتي في مثل هذه المواقف، وإن لم يأتي في خدمة مثل هؤلاء أخواننا وأخواتنا فلا قيمة للشعر. نحن وصلنا إلى ختام أمسيتنا لهذا المساء، أمسية شعرية أكرمنا فيها بالتواجد شعراء كرام، شاعرات كريمات. أكرمنا بالتواجد الشاعر الكبير والقدير الأستاذ وهج الحاتم، الذي دوما له بصمة وله أثر وله مشاركات الجميع يعتز فيها ويفتخر فيها، ونعتز فوق هذا الشعر وفوق هذه الجزالة صاحب أخلاق فاضلة وتعامل راقي، فله منا كل الشكر وكل التقدير. الشكر كذلك موصول لأخ عزيز وشاعر مبدع ومتميز، الشاعر جمعان اللحلحي، والذي جمع ما بين صفات التقدير والاحترام للجميع والتواجد والمشاركة دوما في المناحي الشعرية وجميع المناشط الثقافية، فهو دوما لا يتأخر، بل تجده مبادرا ومشاركا ومحفزا لجميع من يحتاج إليه، فله الشكر والتقدير كذلك. الشكر كذلك لمؤسس ملتقى أمسيات الشعر الدكتورة حنان طيب، أن جمعت هذا الجمع الطيب من الشعراء والشاعرات والأخوان والأخوات في أمسية راقية ورائعة ومميزة، حلقنا فيها سويا في جنبات الشعر في أغراضه المتعددة وفي جوانبه الكثيرة، والتي ارتسمت في هذه الوجيه وهذا التواجد منكم جميعا، فكذلك لكم الشكر والتقدير أن لبيتوا النداء ولبيتوا الدعوة، فكان لتواجدكم ومشاركتكم معنا هذا المساء
أنا أعتبره أنه وسام شرف وتاج راس وكحل عين لنا جميعا كقائمين على هذه الأمسية. فالشكر لكم جميعا فردا فردا، ولكم خالص الشكر والتقدير. دوما كما يقال ختام هذه اللقاء وهذه الأمسية معكم جميعا ختامها مسك وختامها تقدير واحترام لجهودكم ولتواجدكم ولدعمكم في جميع الأمسيات، أمسيات الشعر والشعراء، في مشاركاتكم الشعرية ومشاركاتكم المعنوية وتحفيزكم سواء بالكلمة أو بالتفاعل. فالآن ننتقل سويا إلى فقرة التكريم. شكرا لكم جميعا. شاعرنا المبدع الأستاذ جمعان اللحلحي، وارثنا كذلك هدية تذكارية لشاعرنا جمعان اللحلحي. عندما نتكلم عن التكريم فغاية تكريمنا هو الدعوة الكريمة من الدكتورة حنان، الدعم اللامحدود من مؤسسة الإبداع بقيادة الأستاذ محمد الصريحي. حقيقة هذا يكفي لأن نفرح به أن نكون بين هذه الوجوه ومع هذه الأسماء الجميلة والرائعة التي تضيف لنا الكثير. نحن هنا كي حقيقة نكرم أنفسنا بأن نتعلم من الإبداع ونستمر فيه بإذن الله. شكرا لك يا شاعر. تكريم لفارس الأمسية المبدع فارسنا الثالث الأستاذ الشاعر وهج الحاتم. كذلك تكريم آخر هدية تذكارية للشاعر وهج الحاتم. شكرا لشاعرنا القدير الأستاذ وهج الحاتم. شكرا والله لكم جميعا، والله تحفتونا وأسعدتوني صراحة بتواجدكم للي حضر علشاني أو عشان أي واحد من الشعراء. شكرا لكم بحجم السماء، أنتم سبب نجاح الأمسيات هذه وأنتم الخير والبركة. والله ودي لكل واحد منكم قدر خاص، ولكن أنتم تقدرون. والله يعطيكم العافية جميعا. تسلم. الدكتور محمد السريحي على تبنيه ودعمه ورعايته لهذا الملتقى، شكرا له. شكرا للدكتور محمد السريحي رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار، له جهود كبيرة في مجال الإبداع والابتكار، ويعتبر الشعر جزء من هذا الإبداع وهذا التميز. شكرا له على دعمه وعلى تبنيه لهذه المشاركات. الآن كذلك في درع تذكاري لفنانتنا التشكيلية اللي تحدي باللغة بأنها تجي للمسرح. فنانة مبدعة وفنانة متميزة وصاحبة بصمة في الفن التشكيلي. الإعاقة السمعية والعلاقة ليست عائق أمام من يمتلك الإصرار. الأستاذة ليلى تملك إصرار عجيب أن تبدع وتتميز. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل أن أكرمتنا الدكتورة كذلك بتكريم خاص لي، فهذا فضل وكرم منها، فلها خالص الشكر والتقدير. نحن وصلنا إلى الختام الحفل المنبري والخطابي. الآن سننتقل إلى الحفلة وإلى الضيافة وإلى تقطيع الكيكة. فلكم منا خالص الشكر على تواجدكم وعلى مشاركتكم لنا في أمسيتنا لهذا المساء. نسعد بكم في أمسياتنا القادمة أن تتواجدون وأن تشاركونا أمسيات ملتقى الشعر والشعراء. لكم خالص الود ولكم خالص التقدير على حضوركم وعلى منحكم لنا الوقت الكثير للاستمتاع بهذه الأمسية لضيوفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.